والنادي الأهلي يفعلها من جديد بالفوز على الرجاء المغربي 2-0 في استاد القاهرة، ويضع قدما في نص نهائي دوري الأبطال. المباراة كانت سهلة بالنسبة لي، النادي الأهلي عمل كل حاجة، سير المباراة براحته. يعني من رجال المباراة الشناوي شال كام كرة الشوط الأول. يعني المباراة يعني كانت هتاخد منعطف تاني لو الكام كرة دول اتسجلوا. يعني المباراة كانت كويسة عامة بالنسبة للنادي الأهلي، ومشى الدنيا زي ما هو عايز 2-0، يعني نتيجة برضه مريحة. مرات تروح هناك تقفل تلعب على المرتدة تجيب، وهما بالنسبة عندهم غلطات دفاع كتير والأطراف بتاعتهم ضعيفة. يعني هتجيب ممكن تجيب. في برضه عبد المنعم كان مباراة كويسة، محمد هاني برضه كان ليه انطلاقات كويسة خالص. علي معلول برضه بيثبت إنه لسه عنده برضه أداء ويعرف يأدي في المباريات الكبيرة. الجمهور برضه يا جماعة، الجمهور يعني عامل كتير. يعني الجمهور الصراحة هو اللي عاطي يحس المباراة، وهو بيشجع اللعيبة. عايزين يعني أكبر عدد من الجمهور يقدر يروح هناك يروح. الجمهور هو اللي بيحفز اللعيبة، وتحس إن الرجاء دول مش هو اللي الفريق اللي يخوف برضه. إن المشكلة سان داونز الناحية التانية، يعني سان داونز حزمها في الجزائر 4-1. يعني برضه شكل الفريق ده وران. بس برضه يعني الأهلي الحمد لله، ألف ألف مبروك للجماهير والكرة المصرية. إن شاء الله الماتش العودة برضه يكونش فيه مشاكل ونعدي، وبرضه مباراة لحد ما سيطرة من الأهلي بالطول والعرض زي ما بقول، يعني ما فيهاش أي مشاكل. نشوفكم مباريات أخرى، وإن شاء الله العودة تكون نبارك برضه لله النادي الأهلي، وإحنا هنبارك من دلوقتي، بس برضه العودة يعني يفوز ويأكد الانتصار. وإن شاء الله السنة دي البطولة للأهلي.